لو نفسكم تعملوا كحك العيد ناعم بيدوب في البُق زي كحك المحلات بالضبط، تعالوا أقول لكم سر كحك المحلات على البارد. هيكون عندي 550 جرام سمنة، كمان عندي 60 جرام من السكر البودر، حوالي 3 معالق كبار من 5 جرام خميرة، وكمان 5 جرام بيكنج باودر. طيب عندي هنا معلقة صغيرة من بهارات الكحك، عندي 30 جرام من السمسم، حوالي معلقتين كبار من السمسم، كمان عندي كيلو من الدقيق يكون بتاع كحك وبسكوت، كمان عندي 150 مللي من المَيّة أو 150 جرام من المَيّة بما يعادل كوباية إلا ربع من المَيّة. الدقيق بتاعنا هاحط عليه رشة ملح، هاحط عليه البيكنج باودر والخميرة وكمان بهارات الكحك ونقلبهم. السمسم نحمّصه لحد ما يبقى لونه أشقر فاتح، اضرب 550 جرام السمنة على 60 جرام السكر، يعني الكحك يعني بس ما بستيش العجينة بتاعتِك كويس، الكحك بتاعِك هيشقّق، هيبقى شكله فيه خطوط كده، شكله مش أحسن حاجة، ما بيكونش ناعم زي ما شفتوه معايا في أول الفيديو، فأهم حاجة تبِسّوا الكحك. بس خلاص أنا وصلت للمرحلة دي، هابتدي أعمل إيه، هاضيف السوايل. وهنا بقى تخلّوا بالكم، هي لفة والتانية شغالين بالعجان، لو شغالين بإيدينا أنا بادخّل المَيّة في العجينة حلو بالراحة من غير عجن، نفتح كده يعني كَف إيدينا وإحنا بنعجن، نكوّر كده حتة عجين وبنضغط عليها ما عملتش معايا أي تشقُّقات، يبقى كده العجينة بتاعتنا جاهزة. بنشكِّل كل العجين، ممكن تعملوا بقى بالمنقاش لو عندكم وقت، أو بالبسطرمة زي ما عملت، بس تضغطوا بسيط أوي لإن ده كحك محشي وفيه عين جمل جوّه وفيه ملبن، فهي ضغطة بسيطة بس إيه، بابيّن الرسمة مش أكتر، وعشان بس سكر البودر يثبت عليه. تعالوا أكلمكم على التسوية عشان ما يشققش معاكم ويطلع بلون دهبي حلو كده. أول حاجة أنا باشغّل الفرن بتاعي لمدة تِلت ساعة على درجة حرارة 200، وبعد ربع ساعة روحي بُصّي عليه وشوفيه لو أخد لون أشقر حلو من تحت مش أشقر فاتح، أشقر حلو كده، خلاص طفّي وشغّلي الشواية، لو ما فيش مروحة شغّلي الشواية يا دوبك بالضبط كده نُص دقيقة واحدة بالكتير على الشواية أو أقل كمان، وطلّعي الصينية بتاعتِك. والطعم كمان والله هيبهركم، طعمه حلو جدًا، رشة سكر بودر بقى لإن لازم السكر البودر على كحك العيد. أتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، لو في أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات أنا بارُد على الناس كلّها، لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرّة بتشوفوني، أشوفكم على خير في وصفة جديدة أو فيديو جديد، كان معاكم شيماء ومع السلامة.